بقول لك انت عارف ان البنزين غالي؟ طب تعالى اعرفك كام حاجه يحافظوا ويقللوا استهلاك البنزين في الاسكوتر. اول حاجه معايا الكربراتير، انضفه اول باول واطمن دايما ان البكات مش مسدوده. تاني حاجه معايا الاسكوتر الانجكشن، دايما ننضفوا البوابات ونطمنوا دايما ان الانجكشن نضيف عشان ما يستهلكش معايا حرق بنزين ياما. تالت حاجه معايا فلتر الهواء. فلتر الهواء يا ريت دايما مره مع غيار الزيت ننضفه والمره اللي بعديها نكونوا مغيرين. رابع حاجه معانا البوجيه، يا ريت يا جماعه نستنضفه واحنا بنحط البوجيه عشان مش كل شويه يضرب معانا وعشان ما يزودش استهلاك الكهرباء. خامس حاجه معانا النهارده الصيانه الدوريه. الاسكوتر طول ما احنا مش محافظين على الصيانه الدوريه اداؤه مش هيبقى حلو، عزمه مش هيبقى حلو، فبالتالي هنحمله على الاسكوتر، هنحمله على الموتور، فبالتالي هيحرق معانا بنزين ياما قوي 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 زياده عن المعتاد. وسادس حاجه معانا النهارده واخر حاجه الكاوتش، يا ريت نراجعوا على ضبط الادارات بتاعه الكاوتش عشان كل ده بيزود استهلاك البنزين معانا. بس كده، واي سؤال عندكم استنوا دكتور سكوتر، مستنيينكم في دكتور سكوتر.